هذه قصة مختلفة على القصص اللي كنعاود. هذه قصة حقيقية، قصة ديال الرعب، قصة ديال واحد العائلة اللي كانت كتجمع كل صيف واحد الدار ديال الجدود. هاد الدار كانت كتكون خاوية العام كامل بحكم كل واحد وفين ساكن، ولكن كل عام في الصيف كيتلاقاو في هاد الدار. بطلة القصة واللي عودت لينا هي هدى، وهي الحفيدة الصغيرة في العائلة. العمر ديالها 18 عام. كانوا كل ليلة مور ما كيناس كل شيء كتجي هدى ولاد عمامها اللي كبر منها شوية كيتجمعوا ويجلسوا يلعبوا كارطة حتى كيصبح الصباح. وكانوا كيلعبوا بالحكام، يعني اللي خسر كيحكموا عليه يدير شي حاجة وخصو يديرها ضروري. المهم في واحد الطرح من اللعب غادي تخسر هدى، بقاو كيفكروا مزيان شنو غادي يحكموا عليها، وهما يلقاو واحد الفكرة. هاد الفكرة كانت كتخلع وما يقدر يديرها غير اللي شجاع وما كيخافش. قالوا لها غادي تهبطي اللاكاب ديال الدار لتحت وغادي تبقاي تما 10 ديال الدقائق وعاد طلعي. هدى كتقول في القصة باللي في الاول تخلعت انني نهبط، خصوصا داك اللاكاب ما كيقرب ليه حتى واحد من زمان، وكنسمع ديما باللي مسكون. انا ما كنتش كنآمن بهاد الخرافات، ولكن قلت صافي باش ما يبقاوش يضحكوا عليا ويقولوا انا خوافه غادي نهبط لتما. هبطت، حليت الباب، كانت الريحه ديال الغبره وخيوط ديال العنكبوت، داكشي بحال شي فيلم ديال الرعب. قلبي بقى يضرب، كان غادي يسكت شويه وهي الباب تسدات بالجهد. قفزت من بلاصتي، درت مورايا، كنسمع ولاد عمي كيعيطوا ليا من برا، هدى هدى. رديت عليهم انا هنا ما تخافوش. شويه تقطع الصوت، ما بقيت كنسمع والو من غير الصوت ديال الخطوات رجلي. كان ظلام من غير البيل ديال تليفوني اللي شاعل. كنقول اويلي فين كان عقلي تا جيت لهنا. بقيت غاديه كنشوف، لقيت شي خشب مجموع وشي روينه تما، ما عرفت شنو داكشي. زدت كنحيد داك الخشب، حيدته، طلعت معايا الغبره، بقيت كنكح شويه هو يبان لي واحد الصندوق قديم وعليه الغبره بزاف. فاش بغيت نفتحو حيت الصراحه جاني الفضول، وانا كنفتحو حتى كنحس بشي صوت من مورايا جاي لعندي كيقرب. قلبي كيضرب بالجهد. واحد العقل كيقول لي هذا مراد ولد عمي، هو اللي فيه هاد الخصايل، غادي يكون باغي يجي يخلعني. في نفس الوقت ما قدرتش ندور من مورايا. شويه داك الصوت قرب حتى لحدايا، كنحس بصوت انفاس ديال شي واحد مورايا متاكده. شويه شي يد غادي نحس بها تحطات فوق كتفي. غوت غير غوته وحده وقفزت من بلاصتي، ولكن المفاجاه ما كان حتى شي واحد. عييت نقول شكون هنا؟ واش انت مراد؟ علاش كتضحك معايا هاد الضحك؟ حتى واحد ما كيجاوب. مشيت كنجري الباب، بغيت نفتحو ما بغاش يتفتح. بقيت ندق وكنغوت فتحولي. شويه وانا كنسمع شي صوت ديال ولد صغير كيبكي غير بشويه وفي نفس البلاصه حدايا. صاف هنا كنت غادي نموت بالخلعه. بقيت كنبكي بقوه الخوف. دورت لعند الباب كنحاول نفتحو، شويه كنسمع خطوات ديال شي واحد جاي لعندي. بقيت كنغوت والصوت غير ما كيزيد يقرب، وانا كنغوت والصوت كيزيد يقرب حتى شويه كتحط نفس اليد على كتفي مره اخرى. غوت غير غوته وحده، وهنا في اخر لحظه غادي يفتح لي عمي الباب وهو متفاجئ. طرت عليه بتعنيقه وقلت له شكرا حيت عتقتيني. قال لي شنو كديري هنا في هذا الوقت؟ واش انتي هبيله؟ المهم من بعد عاودنا له كل شيء وقلنا له باللي احنا كنا غير كنلعبوا صافي. الحدود اللحظه ما قدرش نتجاوز هادشي اللي وقع لي. ما عرفتوش واش هو حقيقه ولا خيال، ولكن بصح هادشي اللي حسيت به. هنا هدى كانت سالت القصه ديالها وقالت لنا باللي من تما ما بقيت لعبت مع ولاد عمي بالليل، حيت داك الديكور وداك الشيء اللي حسيت به ما عمرني غادي ننساه.